هذه الكلمات هي أن عليكم أيها الكربلائيون أن تعرفوا أنفسكم وأن تعرفوا مكانتكم وواقعكم. عليكم أن لا تنسوا أنفسكم عندما أصبحتم خارج كربلاء، فأنتم هنا في الكويت أو في إيران أو في سوريا أو في لبنان أو في الولايات المتحدة أو في أي بلد على كرة الأرض، أنتم تحملون طابع الحسين بن علي، فإنكم إن لم تتميزوا على غيركم بتقواكم وبحسينيتكم أي بتفاعلكم مع توجيهات الإمام الحسين تكونوا قد فرطتم بكربلاء وبدم الحسين عليه السلام. يلزم أن يتوفر في كل واحد منكم ولو ذرة صغيرة من إشعاعات الإمام الحسين عليه السلام. يلزم أن تعبروا من خلال تصرفاتكم وأقوالكم وخطواتكم، أن تعبروا عن سيرة الإمام الحسين ومسلكيته في الحياة حتى تكونوا حسينيين بالفعل. في حديث أن رجلا من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ارتكب ما لا يليق بصحابة الإمام الصادق، فاستدعاه الإمام الصادق عليه السلام وقال له: يا هذا، الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن لمكانك منا، والقبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح لمكانك منا. اعملوا حتى يقول الناس هذا أدب جعفر، لأنكم تحسبون على الإمام الصادق، فإذا عملتم الحسن أصبحتم أسوة للآخرين، وإذا عملتم القبيح بررتم القبائح من الآخرين. أولم تقرأ قول الله تعالى لزوجات النبي: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. زوجة النبي إذا ارتكبت جريمة فإن عقابها ضعف سائر النساء، وإذا فعلت حسنة فلها ضعف الثواب سائر النساء. هكذا المحسوبون على الأئمة الطاهرين عليهم السلام، وهكذا نحن جميعا شيعة الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. إن أحسننا فإن حسناتنا تعتبر امتدادات لسيرة الأئمة الطاهرين، وإن أسأنا فإن إساءاتنا تعتبر امتدادات للأئمة الطاهرين. وطالما الأئمة عليهم الصلاة والسلام طاهرون مطهرون، فإن وصمتهم بتصرفاتنا السيئة وانعكاس سيئاتنا عليهم ظلم بحقهم، فعلينا أن نعبر عما يليق بقادتنا الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، وأن نحاول أن لا يوصمهم بشيء يمكن أن يوصموا به في نظرات الناس الخاطئة من خلال تصرفاتنا وأعمالنا.